السلام عليكم. صباح الخير. طيب الربع هذه مقدمتنا الجديدة صراحة. المقدمة القديمة هذيك اللي شلونكم يا الربع، عساكم طيبين، كيف اموركم؟ خلاص هذيك عاد ما هي موجودة الحين. خلاص احنا راجعين تغيرنا عليكم. الحين بنصير حقين تكتيك، بنصير حقين اشياء حلوة كذا رومانسية، يعني صباح الخير مساء الخير كذا كلام حلو. يعني اذا انت شفتني اقول صباح الخير ترى قاعد اصور الصباح، وشفتني اقول مساء الخير ترى كنت قاعد اصور بالليل. فيعني هذا باختصار يعني شيء ما يخصك، يعني بس يخصني انا، بس اقول مساء الخير واقول صباح الخير. يعني حتى تشوف فيديو متاخر يعني عادي عادي، ما لها اي علاقه بالموضوع. طيب الرابع اليوم يا طويل العمر، في الفيديو هذا عفوا جيب لكم هجمه مسح بيت ليفل 11. جميع الدفاعات ماكس، جميع الملوك ماكس، حتى السور كله ماكس. فهجمه صراحه خرافيه وهجمه دعس. قبل ما اعرض لكم الهجمه صراحه يعني اتمنى بكل قوه انها تعجبكم، وان شاء الله تعجبكم يعني اكيد. يعني ان شاء الله انها هجمه صراحه قويه وعجبتني انا، فلازم تعجبكم انتم، يعني هذا اكيد يعني بتعجبكم ان شاء الله. طيب اتمنى يعني اذا هجمه عجبتك قبل كل شيء انك تضغط لايك. يعني اللايك صراحه شيء حلو، شيء يسعد الواحد. وخلاص يعني بس قبل ما ننتقل الهجمه، مثل ما تشوف هنا طول العمر انا قاعد افرفر في قريتي، بس قاعد اوريك في الدفاعات. يعني مكست جميع الدفاعات ومكست جميع الافخاخ الجويه والبومب، وباقي بس فخين الافخاخ الصغير هذا اللي عشان امكسهم، باقي لفلين للملك ولفلين للملكه وامكسهم، وبكذا خلص من بيت ليفل 11. بس يبقى لي عفوا بيت ليفل 10 قصدي، يبقى لي بيت بس السور. طيب الرابع معكم بالطويله، خلونا بس نتوكل على الله وننتقل نتابع الهجمه. لو تلاحظ هنا طول العمر مستخدم استراتيجيه الملكه والهيلر. فمثل ما تشوف هنا مستخدم الجيش يا طويل العمر 5 ارشر، 12 مفجر سور، 23 بالون، 4 هيلر، 20 ذبان، والدعم لاثا والملكه والملك والهيرو الجديد، واثنين تسريع وثلاثه تجميد وواحد تسريع الدارك وواحد السم. طيب مثل ما هو معروف الهجمه هذه عفوا قصدي الاستراتيجيه هذه صار الناس يستخدمونها بشكل كبير، بشكل يعني متكرر في جميع حروب الكلانات. يعني تدخل حرب يعني 70% من اللي دخلوا حرب صاروا يستخدمون الاستراتيجية هذه. قبل الاستراتيجية كانت مخفية، كان قليل اللي يستخدمها، والآن يعني أصبحت مشهورة والكل يعرفها. صار حتى بيت ليفل 11 حتى بيت ليفل 9 و10 و11 صاروا يستخدمونها بشكل كبير. فإذا أنت ما تعرف الاستراتيجية هذه تبغاني يعني أكلمك عنها، وتبغاني أنزل عنها شرح ونظام هجومها وكيف طريقتها، ما عندي أي مشكلة صراحة. فأنا أتوقع إني بنزلها، وإن شاء الله إني بنزلها بعد يومين إن شاء الله. أنا ما أدري صراحة بالضبط، لأن صراحة استراتيجية كويسة ومنتشرة بشكل كبير، وحبيت بس إني أوصلها لكم إذا أنتم يعني إذا أغلب يعني المتابعين ما يعرفونها. يعني صراحة قمنا نقرأ واجد ونسينا أم الهجوم. الملكة ما زالت تمشي وتمسح في القرية، وإحنا لها الحين قاعدين نسولف. فلو تلاحظ هنا طول عمر الرجال استخدم الملكة وأعطاها 4 تسريع، 4 قصدي تسريع، يا الله الدقمات واجد. أعطاها 4 هيلر قصدي، وفتح لي على طول الطريق مفجر السور، وفتح لها الجهة الثانية مفجر سور بعد. فصارت الملكة أخذت حريتها في نص القرية. ويا طويل العمر الملكة أخذت نسبة ما يقارب 35%، بس استخدم الملكة لحالها والهيلر، واخذ نسبة يعني صراحة كبيرة. ويعني عاد شلون نستخدم باقي الجيش، يعني زي ما تقول مضمونها يعني 3 نجوم إذا الوقت يعني صار من حظه وحالفه الحظ وحالفه الوقت. فهنا طلع عليها الدعم، كان الدعم لاثة وعطاها 1 السم، وما زالت الملكة تضرب فيه. نزل في الجهة اليمين الملك وفتح له على طول الطريق، لأن أعطاه خاصية التسريع، لأن النسر على طول اشتغل بدأ يضرب في الملك، ركز على الملك، عشان كذا استخدم خاصيته بشكل سريع عشان الملك يتجه للوزرد يمسح مباشرة. وبدأ هنا طويل عمر نزل اللاثة، ونزل بعد البالون، ونزل بعد الهيرو، والهيرو طبعا كان في وضع الطيران عشان يهجم مع البالون. ولو تلاحظ هنا يا طويل العمر حط المشروب التجميد في موقع مناسب، موقع استخدم يعني جمد فيه 4 مباني بنفس الوقت. فاستخدم 3 التجميد كلها في نص القرية، لأن أغلب الدفاعات وأقوى الدفاعات كلها موجودة في نص القرية. وصراحة هنيه على اختياره 3 مشروبات تجميد عشان يجمد المنطقة بشكل كامل. فبقى عنده كم بالون عشان يستخدمهم في المنطقة الثانية، عشان لما الدفاعات تركز على الهيرو أو تركز على البالون اللي جاي من المنطقة الثانية ينزل عليهم البالون من الجهة الخلفية. ونزل هنا بالون من الجهة اليسار. فيعني لو تلاحظ هنا طول العمر عندك الهيرو في وضع الطيران، عشان كذا الملك ما قدر انه يهجم عليه، مخليه بس انه قاعد ينفر من تحته. وما زالت الملكة الى الان تضرب في الدفاعات وتضرب في الملك وبكامل قواها العقلية وكامل قواها الصحية، وما زالت الهيلر تعطيها قوة. فهنا خلاص انتهت الهجمة ب3 نجوم، والله هجمة صراحة خرافية.
اتمنى تكون عجبتكم. مثل ما قلت لك، اذا هجمه عجبتك لا تنسى تضغط لايك، واذا ما انت مشترك اشترك يا طويل العمر. في نهايه الفيديو كان معاكم اخوكم عزوز، وفي امان الله.